تلقى الدولي الجزائري يوسف عطال ضربة موجعة جديدة بعد تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت ناديه السد القطري بشباب أهلي دبي الإماراتي في إطار كأس السوبر القطري الإماراتي، في لقطة صدمت الجماهير الحاضرة والمتابعين. وشهدت المباراة خروج مدافع الخضر اضطراريا من أرضية الميدان بعدما سقط فجأة دون أي احتكاك مع لاعب منافس، وهو ما زاد من القلق حول طبيعة الإصابة، قبل أن تتأكد لاحقا خطورتها على مستوى وتر أخيل. وكشفت منصة وين أن يوسف عطال يعاني من قطع كامل في وتر أخيل، وهي من أخطر الإصابات التي يتعرض لها لاعب كرة قدم، حيث تتطلب فترة غياب طويلة قد تصل إلى 6 أشهر كاملة، ما يعني نهاية موسمه بنسبة كبيرة. هذه الإصابة القاسية قد تحرم نجم السد من التواجد في نهائيات كأس العالم القادمة، في خبر مؤلم لكل محب اللاعب، خاصة أنه كان يسعى لاستعادة مستواه وتقديم موسم قوي بعد سلسلة من العثرات. وقد تم نقل عطال مباشرة إلى المستشفى بعد سقوطه على أرضية الميدان ليواصل شبح الإصابات مطاردته، في سيناريو مؤسف للاعب نيس السابق الذي لم يسلم من المتاعب البدنية خلال مسيرته الأخيرة. ويعد يوسف عطال من أهم ركائز المنتخب الجزائري في السنوات الماضية، حيث خاض 51 مباراة دولية منذ عام 2017، وكان أحد عناصر الجيل الذهبي الذي توج بلقب كأس إفريقيا 2019 مع الخضر، ما يجعل غيابه خسارة كبيرة للمنتخب ولعشاق الكرة الجزائرية.